السياق نفسه استعادت تونس طائرة صهر الرئيس السابق صخر الماطري وشريك آخر، والتي حلت مساء أمس بمطار قرطاج الدولي قادمة من سويسرا. وتوجد الطائرة الآن في جناح خاص بالطائرات الخاصة وهو أيضا على ملك الماطري. هي الطائرة الخاصة لصهر الرئيس المخلوع صخر الماطري، استعادتها تونس من السلطات السويسرية بعد 10 أشهر من المفاوضات. كراسي من الجلد البني ومن الخشب الرفيع والباهظ، زربية تغوص فيها القدم من سمكها، وتجهيزات متطورة. نزار علويني المتصرف القضائي لشركة أميرة للطيران الخاص، وهي إحدى الشركات المصادرة التي كانت على ملك الماطري، أبدى رغبته في ضرورة التخلص من هذه الطائرة المكلفة. نطالب كل المتدخلين في الحكومة التونسية وكل الوزارات باش يسهلوا عملية التفويض في أقرب الأجل. هي القيمة المحاسبية متاعها في حدود 25 مليون دينار، يعني تبقى الطائرة كيما السيارة، يعني ثم سوق ثم أرجوس. السوق هذا يختلف حسب الطلب وحسب العرض. فأنا اللي علمت مؤخرا اللي العروض في الطائرات هذه أكثر من الطلبات. جهود كبيرة من قبل عديد الوزارات وبعض الجمعيات من أجل استرجاع طائرة تفوق قيمتها المالية 25 مليون دينار. ظلت رابضة في مطار جنيف الدولي منذ جانفي الماضي ساعة هروب صخر الماطري. بالإضافة للتجميد القضائي بالطريقة القضائية، فما تجميد فني للطائرة بوصف وزارة النقل، هي سلطة إشراف المصالح الطيران المدني، الحصول على التراخيص الفنية بالإضافة للتراخيص القانونية لعودة هذه الطائرة إلى تونس. دخلت الطائرة الخاصة لصخر الماطري هذا الجناح الذي بلغت كلفة إنشائه 2,000,000 دينار، وهذا الباب لوحده يساوي 300,000 دينار، وبداية الغيث قطرة.